هو كان شايف البيزنس صورة حاجة كده شبه الناس اللي بتبقى على الانستجرام وهبقى بيزنس اونر، انما هي ما كانتش شايفة كده. هي كانت شايفة ان هي هتبقى مديرة نفسها، هتتعب اكتر بكتير من الناس اللي عندها، هيطلع عينها عشان خاطر تقدر ان هي تنجح البيزنس بتاعها. وده فرق كبير جدا ما بين الناس اللي عايزة تعمل بيزنس بس عشان خاطر يبقى مجرد صورة، وناس تانية عايزة تعمل بيزنس. السلام عليكم. انت دلوقتي بتشوف اول حلقة من حلقات فضفضة بيزنس. هنا انت مش هتسمع الكلام الواو اللي يحمسك، هنا انت هتسمع الصعب قبل ما تسمع السهل. انا مش طالع اخدعك تماما، انا هقدم لك برنامج وبلاي ليست قوية جدا، فضفضة بيزنس هنتكلم فيها عن كل التفاصيل كأننا قاعدين على قهوة من غير ما غشك بنسبة 1%. عشان كده بص يا صاحبي، قبل ما تحلم تبقى بيزنس مان، وقبل ما تتفرج على فيديوهات تحفيزية للبيزنس وتاخد قرار وتقول انا خلاص هفتح مشروعي، عاوزك تقف لحظة وتسأل نفسك سؤال مهم جدا: انت فاهم يعني ايه اصلا بيزنس؟ انا هنا مش هبيع لك الحلم، انا هنا مش جاي اقول لك 5 خطوات تخلي عندك بيزنس ناجح، انا مش هعمل معاك كده. هنا فضفضة بيزنس من غير تجميل، وهقول لك فيها كل الصراحة. زي ما قلت لك، اعتبرنا قاعدين على قهوة، انا قدامي كوباية شاي وانت قدامك كوباية شاي وبنفضفض، بس بنفضفض في حاجة فعلا هي تستحق ان احنا نفضفض فيها، عشان ممكن تاخدك لحتة بعيدة وممكن تصدمك بالواقع وتخليك تاخد خطوتين لورا بعد ما كنت هتغامر مغامرة ممكن تخسرك حاجات كتير. عشان انا هدفي انك تبقى عارف انت داخل على ايه قبل ما تاخد اي قرار. خلي بالك، من ضمن اهم الاسباب اللي بتخلي الناس تاخد قرار ان هي تبدأ بيزنس، مش عشان خاطر الناس ديت عندها شغف وعندها طموح، لا، اغلبية الناس بتبقى عايزة تفتح بيزنس عشان خاطر تهرب من الوظيفة. من الاخر كده، عايز يصحى وقت ما يحب، عايز يبقى مدير نفسه، مفيش حد يبقى عليه مدير. دي حاجة حلوة جدا، ولكن الحقيقة عكس كده تماما. البيزنس مش راحة، البيزنس صداع، البيزنس مسؤولية، البيزنس انك انت اخر واحد بتقفل الباب واول واحد بيتصدر له المشاكل. يعني ببساطة، بعد ما كان عندك مدير واحد بيضغط عليك، هيبقى عندك 20 و100 عميل هم اللي بيضغطوا عليك. انت فاهم انت داخل على ايه؟ خلينا اديك مثال من ارض الواقع عشان ما تقولش محمود جاي يسودها في وشك، بالعكس انا هديك حلول محترمة جدا في النهاية. بس خلينا اديك مثال مهم جدا. انا ليا واحد صاحبي ده راح فتح كافيه، عمل ديكورات محترمة جدا ونيون في السقف وظبط الدنيا. المهم ان الكافيه ده اتفتح، الناس اتبسطت يومين، وبعد كده بدأت تظهر المشاكل، بدأت تقابله مشاكل هو ما كانش عامل حسابها. الإيجار عالي، المكسب اللي داخل من الكافيه مش بيغطي الإيجار، العمال بيتأخروا، الزباين بدأت تشتكي من جودة الحاجة ما كانوش زي ما هم متوقعين. فتح ليه منافس تاني جنبه عنده راس مال أعلى، زود ودخل أصناف كتير جدا ما كانتش عنده، فبدأ يتأثر. ما عداش 6 شهور وللأسف قفل الكافيه. عارف الكلام ده حصل معاه ليه؟ حصل معاه عشان خاطر كان فاكر ان المشروع والبزنس حاجة كويسة، ديكورات نيون، هنقعد قعدة حلوة الناس هتيجي تتبسط، بس ما كانش فاهم ان ممكن يقابله تحديات. على النقيض، اعرف البنت دي قررت ان هي تبدا تعمل وجبات من البيت، ويمكن عملت ستارت بحوالي 5000 جنيه، ما كانش اكتر من كده. كانت بتعمل اكل بنفسها وتعب يوم ورا يوم ورا يوم، كان بيجي لها فيدباك من الناس وتشوف ايه الغلطات اللي عندها وتبدا تصلحها. عايز اقول لك ان بعد سنتين بالظبط، البنت دي النهارده عندها كرييتنج كامل، عندها 10 موظفين شغالين معاها. عارف الفرق ما بين الاتنين ايه؟ الاول دخل بصورة البيزنس، طب والتانية دخلت بأهم حاجة بتتوفر في اي بيزنس، ولو اتوفرت هتنجحه. ما دخلتش براس مال كبير، بس دخلت بحقيقة، دخلت بصبر، دخلت بتعب، دخلت بتطوير، دخلت باستمرارية. الحاجات دي هي اللي خلتها تقاب لفوق. عشان كده عايزك تركز في الحاجات اللي هقولها لك دي. خلي بالك، البيزنس انت ممكن تشتغل 12 ساعة وتلاقي نفسك بتقبض اقل من الموظف اللي عندك. البيزنس كمان مش هتلاقي فيه مرتب ثابت اخر الشهر يغطي لك الالتزامات بتاعتك لو انت ما توفقتش طول الشهر الاولاني او التاني او التالت. عشان كده لازم تبقى فاهم ان كمان اي قرار غلط بيحصل في البيزنس انت اللي بتشيله، مش حد تاني اللي بيشيله. خلي بالك، البيزنس هو مش عبارة عن سكيب بلان تخليك تهرب من وظيفة انت بتهرب منها. لو دخلته بالمنطق ده هيكسر ظهرك، لكن لو دخلته عشان خاطر تثبت وتعمل براند لنفسك، صدقني انت هتنجح بمنتهى القوة. بس هنا في سؤال مهم جدا الناس بتسأله وانت ممكن تكون بتسأله: طب يا محمود، بكل السواد اللي انت بتقوله لنا ده، وان فعلا احنا ممكن نخسر فلوس، طب ليه الناس بتدور على البيزنس؟ هقول لك ليه الناس بتدور على البيزنس. الإجابة بسيطة جدا. عارف الإجابة إيه؟ إنك أنت بتبقى حر في قراراتك، ودي حاجة نفسية بتفرق بشكل غير طبيعي. ادي الواحد 1,000,000 جنيه أو خيره ما بين حريته، صدقني هيختار حريته.
أول حاجة أنت حر في قرارك، تاني حاجة أنت بتبني اسم خاص بيك أنت، تالت حاجة حضرتك أنت بتتعب وبتتعلم يوميا عشان خاطر تطور المشروع بتاعك زي البنت اللي كانت بتاخد فيدباك وعمالة تطور من نفسها. وعايز أقولك إن أي نجاح فيه بيكون صغير بيكون طعمه حلو بشكل غير طبيعي. قول لواحد تكسب 1000 جنيه من بيزنس ولا تكسب 2000 جنيه من وظيفة، صدقني هيختار 1000 جنيه من البيزنس. عارف ليه؟ لأنه هيحس بإنجاز وإن هو قدر ينجح حاجة. فكرة إن البني آدم نفسيًا يعرف ينجّح حاجة هو اللي كان مسؤول عنها من أولها لآخرها، دي حاجة بتخلّي الشخص عنده نظرة لنفسه بشكل غير طبيعي. وافتكر كده معايا أي إنجاز أنت عملته ما بينك وما بين نفسك، كان إحساسك عامل إزاي؟ كان إحساس قوي جدًا، بس أنا كنت لازم أورّيك الجانب الحلو والجانب الوحش قبل ما تاخد قرار وأشوفك أنت مستعد لإيه. وكمان عايزك تبقى فاهم إن الجانب الحلو ده عمره ما هييجي بين يوم وليلة، لأ، الجانب الحلو ده هييجي بعد تعب ومرمطة حرفيًا. عشان كده أنا عايز أسألك سؤال بقى، الموضوع مش هيبقى يعني أنا باتكلم بس، عايزك كده تجاوبني واعتبر إن إحنا فعلًا قاعدين مع بعض على قهوة وبنفضفض. لو أنت نِفْسك تعمل business ممكن أعرف هيبقى إيه السبب؟ هل السبب إنك أنت عايز تهرب من الوظيفة بس، والّا السبب إن أنت هتكون من ضمن الناس اللي فعلًا نِفْسها تبني حاجة بإيديها؟ عايزك تجاوبني في التعليقات، وعايزك بعد إذنك تجاوب بصدق، صدّقني لإن اللي هيجاوب بصدق هيلاقي نَفْسه فعلًا. وفي نهاية الفيديو ده وأول فيديو من سلسلة فضفضة business، خلّيني أسألك سؤال واسيبه لك كده يقعد شاغلك كام يوم وتفضل تفكّر فيه. لو أنت صحيت الصبح لقيت معاك 100,000 جنيه، هل هتبدأ business والّا أنت من الناس اللي هتروح تحطهم في البنك؟ ولو كانت إجابتك إنك هتبدأ business ممكن تقول لي هتبدأ إيه؟ والأهم هتبدأ ليه؟ عايزك تفكّر في السؤال دوّة وتسيب لي إجابته في التعليقات، عشان الحلقة اللي جاية بإذن الله إحنا هنتكلم عن موضوع يخُص القصة دي بالتفاصيل المملة كلّها. واوعى تنسى تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر كل يوم في فيديوز بتنزل على القناة ليها علاقة بالكلوزنج وليها علاقة بالكوميونيكيشن سكيلز وليها علاقة بالسيلز والماركتنج، ليها علاقة بحاجات كتير جدا تقدر تتقلك في السوق حرفيا. عشان كده لازم تكون مفعل زر الجرس عشان اي فيديو ينزل يوصل لك انت اول واحد. وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو دوت وتكتب لي في التعليقات الحاجات اللي انا طلبتها منك. وما تنساش شعارنا خلي الرسالة توصل لك، خليها توصل للعالم. أنا مبسوط جدا إن أنت كنت معايا في أول فيديو من سلسلة فضفضة بزنس. أنا محمود أدري، أشوفك الفيديو اللي جاي، سلام.